لقاء النجوم في دبي. كانتا وضحى العريبي يجتمعان في عاصمة الفخامة في مدينة دبي، حيث تلتقي الأحلام بالواقع. شهدت الأيام القليلة الماضية حدثا استثنائيا جمع بين نجمين من عوالم مختلفة. كانتا الشخصية البارزة في التيك توك، وضحى العريبي النجمة على منصة التيك توك، التقيا في لقاء يعد الأول من نوعه، مما أثار موجة من الجدل والتكهنات. وصل كانتا إلى دبي، لكن اللحظة الأبرز كانت عندما التقى بضحى العريبي. تم تداول صور لهما وهما يتناولان العشاء في أحد أرقى مطاعم دبي، مما أظهر الجانب الإنساني والمرح لهذين الشخصيتين. الابتسامات لم تفارق وجهيهما، وبدا واضحا أن الوقت الذي قضياه معا كان مليئا بالفرح والضحك. تبادلا القصص والتجارب، وكأنهما يؤكدان أن الشهرة لا تقف عائقا أمام اللحظات البسيطة والسعيدة. لكن هذا اللقاء لم يخل من الجدل، حيث أثارت الصور التي نشرت على الإنترنت تساؤلات حول العلاقة بين ضحى وزوجها السابق ميكس. البعض رأى في هذا اللقاء بداية لفصل جديد في حياة ضحى، بينما رأى آخرون أنه مجرد تعبير عن الصداقة والاحترام المتبادل. في النهاية يبقى لقاء كانتا وضحى في دبي حديث الجميع، ملقيا الضوء على كيف يمكن للشخصيات العامة أن تجمع بين العمل والمتعة في بيئة تعج بالحياة والنشاط. ومهما كانت الأسباب وراء هذا اللقاء، فإنه يؤكد على أن دبي تظل مركزا للقاء الثقافات والشخصيات الفريدة من جميع أنحاء العالم.